مين هم اللاعيبه المصريين اللي توجوا بالدوري السعودي؟ وفي مدرب مصري كمان توج بالدوري السعودي. المدرب المصري اللي فاز بالدوري السعودي الكابتن محمود ابو رجيله مع نادي النصر السعودي موسم 74 75. اللاعبين بقى كابتن عماد متعب موسم 2008 2009 مع نادي الاتحاد. كابتن احمد علي كان منتقل من نادي الاسماعيلي ولاعب الزمالك السابق في موسم 2010 2011 فاز بالدوري مع نادي الهلال. كابتن محمد عبد الشافي فاز بالدوري مع النادي الاهلي السعودي موسم 2015 2016. وبالامس انضم 3 لاعبين: كابتن احمد حجازي، كابتن طارق حامد، نور الدين البحار ده ناشئ. اصغر لاعب مصري فاز ببطوله الدوري السعودي هو نور الدين البحار عنده 18 سنه. واكبر لاعب الى الان حصد الدوري السعودي هو طارق حامد 34 سنه. طارق حامد خد السنه اللي فاتت الدوري مع نادي الزمالك، خد السنه اللي قبلها الدوري مع نادي الزمالك، السنه دي خد الدوري السعودي مع نادي الاتحاد السعودي. كده طارق حامد ضمن المشاركه في كاس العالم للانديه. قعد طول عمره يلعب في الزمالك عشان ياخد بطوله افريقيا ويلعب في كاس العالم، راح سنه واحده خد فيها الدوري السعودي وضمن المشاركه رسميا في كاس العالم هو احمد حجازي. وفكيت النحس يا طارق، الله يبارك لك. شكلنا يا ابني احنا اللي ظلمناك ولا ايه؟ كده الاتحاد السعودي بطل للدوري للمره التاسعه في تاريخه ولاول مره منذ 14 عام. طارق حامد شارك في 23 مباراه في الدوري، احمد حجازي شارك في 27 مباراه. مليون مبروك لكباتن منتخب مصر كابتن طارق حامد وكابتن احمد حجازي.